مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شطابه صح. انا مهندس حمد احمد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن بند مهم من بنود التشطيب. بند لو الناس كلها مفكراه بند بسيط، ناس كتير بتستعجله وناس كتير بتعديه وبتطلع في الاخر هو سبب المصايب كلها. النهارده هنتكلم عن بند المحاره. المحاره مش بس تغطيه للطوب، المحاره هي الطبقه اللي هتستلم بيها الدهانات والارضيات كمان، لان المحاره لو ما اتعملش صح والحوائط تتوزن صح الارضيات بتاعتك هيبقى فيها شطريه كبيره. والمحاره لو ما اتعملش صح بند الدهانات هيبقى فيه مطبات ومش هتعرف تستلم من النجاش. الدهانات ما بتغطيش المطبات نهائي، المحاره لازم تستلمها صح بالدراع ولو امكن ميزان الليزر. يعني لو المحاره مش مظبوطه كل اللي بعدها هيتبهدل، هيبقى شكله مش لطيف. طبعا المحاره لو ما اتعملش صح هتكلفك كتير جدا، لان لو ما اتعملش صح هتضطر ان انت تعمل اما معجون سيفيتو وده بيبقى ضعيف، مش هيعالج عيوب المحاره 100%. هو هيعالج عيوب المحاره 100% بس مش هيبقى في نفس قوه وصلابه المحاره. تمام. لا اما تكسر المحاره بالكامل، فلو فيها مطبات النجاش عمره ما هيعدلها لك. طب نبدا ازاي؟ ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ لنا الدنيا؟ مش بس المطبات، الفني لو جه عندك وقال لك هشعر بجبس او هشتغل هحط جبس او قال لك هات لي جبس، قول له خد عدتك وامشي. ده ما فيهاش كلام، لان المحاره ما ينفعش تحط فيها جبس. يقول لك اعمل بها الكمر، هيقول لك اعمل بها المعابر، قول له لا، الجبس ما ينفعش يدخل في المحاره نهائي. تاني حاجه، نتاكد ان الفني رش الحوائط كلها ميه عشان التراب اللي في الحوائط. ثالث حاجه ودي مهمه جدا، طبقه الطرطشه. طبقه الطرطشه مش طبقه عاديه او بقى حاجه بسيطه، الطرطشه لو ما اتعملش صح الحوائط هتطبل. تمام. والمحاره اقل خبطه تلاقيها وقعت. تمام. وبعدين يجي حاجه مهمه جدا اللي هي الفايبر. الفايبر او السلك. الفايبر او السلك بنتاكد 100% ان الصنايعي عمل كل الفواصل اللي هي بين الأعمدة ما بين الطوب كلها فايبر أو سلك، سواء كمر أو أعمدة. لازم الطبقة دي كلها، الفواصل دي كلها لازم تتغطى فايبر أو سلك. وناس كتيرة بتوصل لمرحلة الدهانات وبعدين تلاقي الحيطان نملت أو الحيطان طقطقت، أو ده يقول من ايه، مش تريح مباني او كده، لا، عشان الصنايعي ما حطش سلك يربط بيه العمود بالطول. وبعد كده بتيجي مرحله البقد. مرحله البقد والاوتار، لو هنشتغل تربيع يبقى نخليه يشد الخيط بتاعه. هنشتغل بقد نخليه يعمل البقد بتاعتنا ونوزن الجنب صح. تمام. والافضل ان احنا نشتغل تربيع عشان الحوائط بتاعتنا تطلع صح والارضيات بتاعتنا تطلع صح. فيا ريت نشتغل تربيع ونشتغل بقى. الصنايعي فاهم الكلام ده. نستلم منه ازاي؟ نستلم منه بالدراع، وفي نفس الوقت لو معانا ميزان ليزر نستلم بيه. المحاره ما ينفعش تبقى فيها مطبات، المحاره ما ينفعش يبقى فيها الارضيات تبقى فيها شطريه. فالافضل ان احنا نستلم منه تربيع وتاكيس بالدراع. تمام. بعد كده نيجي لمرحله، خلاص خلصنا البقد، نيجي لمرحله الياس. المحاره ما ينفعش يبقى فيها تبقى ناعمه قوي وما ينفعش تبقى خشنه قوي. لو ناعمه قوي المعجون مش هيمسك فيها، ولو خشنه قوي هتاكل معانا، هتستهلك معانا معجون كتير. فالافضل ان هي تبقى وسط، ولا خشنه قوي ولا ناعمه قوي. الاسقف لازم تكون محاره. لو هنعملها مصيص، المصيص ضعيف، تمام، مع الوقت بيصفر. فالافضل ان احنا نخليها محاره زيها زي الحوائط. تمام. ونخليها برضو نفس الخشانه بتاعت الحوائط، مش ناعمه قوي ومش خشنه قوي. تمام. لو هنعمل كرانيش بلدي اللي هي الكورنيشه البلدي، دي بتشتغل مع المحاره. هنعمل بيت نور جبس بلدي، دي بنشتغلها مع المحاره. هنعمل جبسن بورد، لا تتساب زي ما هي.
تمام، ما نخليش الصنايعي يعمل فيها حاجه. لو هنشتغل جبسن بورد يبقى السقف يتمحر بس ويتساب، وبعدين بعد كده بتاع الجبسن بورد هيجي يشتغل عليه، لان فن الجبسن بورد حاجه والصنايع المحاره حاجه تانية. تمام. دي اهم الملحوظات اللي احنا خلينا بالنا منها. اتاكد ان الصنايعي مش شغال بجبس، اتاكد ان الصنايعي حط الفايبر او السلك كويس جدا في كل الفواصل بين الاعمده ما بين الطوب. تمام. اتاكد ان الصنايعي عمل البؤات بتاعته ووزن الحيطه كويس قوي. اتاكد ان الصنايعي عمل التربيعه بتاعته ووزن الجنب كويس قوي، وزن الغرفه كلها ميزان واحد عشان ما يبقاش فيه شطريه في السيراميك. الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها كويس جدا. تمام. المحاره طبعا بعد ما بيخلص بتاع المحاره بنرش مره واثنين وثلاثه علشان لو في املاح في الحيطه ولا حاجه تنزل مع الميه. تمام. دي الحاجات اللي احنا ممكن نخلي بالنا منها. انا مهندس حامد احمد. لو استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وابعتها لاي حد ناوي يشطب. وده كان بند المحاره من برنامج شطبها صح. استنونا في الحلقه الجايه والبند اللي بعده ان شاء الله. وسيبك دايما من العشوائيه وشطبها صح. سلام.